قصتنا النهاردة قصة جديدة من القصص الواقعية اللي حدثت بالفعل. حدثت لبنت عايشة في قرية بمحافظة الغربية، واحنا بنحكي القصة دي عشان نتعلم منها وناخد عبرة، علشان بناتنا وأولادنا يتعلموا من مشاكل وأخطاء غيرهم. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي سهيلة، عندي 27 سنة، بنت بسيطة، ما كانش ليا أصحاب ولا بخرج مع بنات زي باقي البنات. بمعنى أنا كنت بحب قعدة البيت قوي، وفضلت كده لحد ما جالي شخص اتقدم لي اسمه عبد الرحمن. اتجوزنا الحمد لله. جوزي عبد الرحمن ده كان أكبر مني بحوالي 9 سنين. كنا عايشين حياتنا كويس جدا، حياة مستقرة وهادية. كنا ساكنين في بيت عيلة، أنا وجوزي عايشين في الدور التاني، وحماتي ساكنة في الدور الأرضي، وأخو جوزي كان ساكن في الدور الأول. البيت كله عبارة عن 3 أدوار. جوزي عبد الرحمن كان بيروح الشغل بتاعه في مصنع الملابس، كان بيروح الصبح بدري قوي قبل النهار ما يطلع. كان شغله في محافظة تانية بعيدة عننا شوية، عشان كده كان بيمشي على شغله بدري وبيرجع متأخر، تقريبا حوالي الساعة 10 بالليل. أنا متجوزة عبد الرحمن من 4 سنين، ولحد دلوقتي لسه ربنا ما أردش إن إحنا نخلف أولاد. حالتنا المادية برضو بسيطة خالص، يعني يدوب بنمشي الشهر بالعافية. وبسبب الظروف دي ما ينفعش طبعا كل شوية نجري على الدكتور ونعمل كشوفات وتحاليل عشان نخلف. وأنا بحمد ربنا على كل حال وراضية بقضاء ربنا. وزي أي ست متجوزة، بقوم الصبح أول ما جوزي ينزل يروح شغله، بقوم أروق الشقة وأشوف أمور بيتي، وكمان لو محتاجين حاجة من بره بنزل أشتريها من السوق وارجع تاني. وكنا بننزل بعد ما اخلص ترويق شقتي عند حماتي، انا وسلفتي كنا بنساعد حماتي نروق لها الشقة، نغسل لها مواعين. سلفتي تبقى مرات اخو جوزي الكبير، عندها 36 سنة، عندهم ولدين. اخو جوزي كان بيشتغل في الارض بتاعتهم، هم عندهم ارض كبيرة، هو اللي شغال فيها واللي بيزرع وبيقلع، هو اللي بيعمل كل حاجة فيها. هو عنده حوالي 40 سنة. من كتر قعدتي مع سلفتي كل يوم خلاص بقينا واخدين على بعض، تقدروا تقولوا كده بقينا اخوات واكتر، وبقينا نقول لبعض على كل حاجة، يعني تصاحبنا على بعض قوي. بس ساعات كنت بلاحظ منها حاجات كده ما كنتش بحبها. يعني كانت بتسألني أسئلة جريئة قوي، يعني مثلا تقول لي: هو جوزك عامل معاكي ايه؟ فأقول لها: يعني ايه يعني ايه عامل ايه؟ مش فاهمة. تقول لي: يعني انت هتستعبطي؟ اقول لها: والله انا مش فاهمه حاجه. تقول لي: عامل معاكي ايه في العلاقه الزوجيه؟ بصراحه مش ببقى عارفه اقول لها ايه، فبقول لها الحمد لله وبسكت. الاقيها بتقول لي وباصرار: انا عندي احساس ان انت مش مرتاحه مع جوزك عبد الرحمن. فقلت لها: اشمعنى؟ هو باين عليا حاجه؟ قالت لي: والله انا حاسه. قلت لها: لا، احساسك غلط. لا، انا الحمد لله انا كويسه، بس انا ما كنتش بركز معاها. وفي يوم من الأيام لقيتها بتسألني سؤال تاني خالص، وطبعا السؤال ده غير حياتي كلها وخلاني واحدة تانية خالص غير بتاعت زمان اللي أنا عارفاها. لقيتها بتسألني على الأفلام الوحشة اللي ياها اللي فيها محرمات. في الأول أنا ما كنتش فاهمة، عشان أنا الحمد لله عمري ما عملت حاجة زي دي ولا حتى أعرفها. أنا أصلا كنت عايشة في بيت أساسا ما فيهوش تلفزيون، حتى التليفون لسه جوزي جايبهولي من شهرين. المهم بعد يومين نزلنا تحت عند حماتي بعد ما روقت الشقة بتاعت حماتي، فلقيت سلفتي بتقولي: يلا بينا. فبقول لها: يلا بينا على ايه؟ قالت لي: تعالي تعالي بس عايزة افرجك على حاجة. قلت لها: ماشي تعالي. كنا قاعدين ساعتها في الصالة، لقيتها راحت قايمة ودخلت الأوضة وندهت عليا، وانا طبعا رحت ودخلت. قالت لي: اقفلي الباب وراكي، وحاولت تفرجني على الحاجات الوحشة دي، بس انا الحمد لله مرضتش نهائي. حاولت كذا مرة
بس أنا برضو مرضتش. وهنا أحب أقول لكل البنات وكل الستات، لما تلاقي واحدة زي دي بتحب تجرجر الرذيلة ونيتها كده، اديها فوق دماغها على طول، وقولي لجوزك فورا عشان ما تقعيش نفس الوقعة اللي وقعتها أنا وتندمي ندم عمرك. المهم في يوم من الأيام التليفون بتاع سلفتي باظ، وطلبت مني الموبايل بتاعي الجديد اللي جوزي جايبه. قلت لها ليه، في ايه؟ قالت لي اصل التليفون بتاعي بايظ وانا عايزه تليفونك ضروري. قلت لها طيب بس خلي الخط بتاعي زي ما هو علشان لو عبد الرحمن اتصل بيا يعني. المهم عدت الايام لحد ما جه يوم ونزلت عند حماتي وهي ما نزلتش، فاتصلت بيها لقيتها كنسلت عليا. قلت اكيد مشغوله في حاجه، وبعدها لقيتها نازله على الظهر كده ومتضايقه قوي وحاسه انها معيطه، وانا بصراحه مش متعوده خالص اشوفها بالمنظر ده. قلت اكيد في حاجه، فبسالها مالك وايه اللي اخرك كده. لقيتها دخلت الاوضه وفضلت تعيط جامد، وانا عماله اقول لها يا بنتي مالك، فيكي ايه؟ ايه اللي حصل؟ وهي ساكته برضو خالص، مش عايزه تقولي هو في ايه. هحكي لك على اللي حصل. مالك يا بنتي قولي. قالت لي جوزي عرف كل حاجه. قلت لها عرف ايه؟ هو انت عملتي حاجه غلط؟ انا مش فاهمه حاجه. قالت لي مسك التليفون وشاف كل حاجه وفضل يضرب فيا وكان هيطلقني، وفضل يقول لي مين اللي شاف الحاجات دي وجبتيها ازاي وعرفتيها ازاي. قلت له جبتها من على النت، ومن كتر ما هو عمال يضرب فيا وعشان يهدى قلت له ان انتي كمان بتتفرجي معايا وان انتي اللي خليتيني اشوفها. طبعا انا اتصدمت وبشكل رهيب عشان انا ماليش في الكلام ده اصلا، واتضايقت جدا. بس افتكرت وقتها انها قالت لي ان التليفون باظ وخدت تليفوني. قلت لها هو انتي نزلتي الحاجات دي على تليفوني؟ قالت لي ايوه. انا طبعا انهارت جدا، عشان كده جوزي هيعرف ومش هيصدق ان انا ما عملتش كده. قعدت اقول لها حرام عليك، منك لله هتخربي بيتي كده وهتطلق بسببك. قلت لها انا خايفه لا جوزك يقول لي جوزي، حرام عليك يا شيخ. المهم بعد يومين كده كنت عند حماتي، لقيت اخو جوزي كان عمال يبصلي كده بصات غريبه، وسلفتي ساعتها كانت فوق في شقتها. راح نده عليا وقال لي انا عرفت اللي حصل بينك وبين مراتي. قلت له عرفت ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. قال لي انت عارفه كويس. قلت له لا انا مش فاهمه حاجه ومش عارفه، وبعدين هو في ايه؟ انا ما عملتش حاجه غلط، ليه بتقولي كده؟ لقيته بيقول لي طب كويس قوي، تصدقي بقى اني انا غلطان اني انا كلمتك. انا بقى هروح اكلم عبد الرحمن جوزك واحكي له على كل حاجه بس لما يرجع من الشغل. وخرج من الشقه وقفل الباب وراه. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان انا مرعوبه قوي ومش عارفه اعمل ايه، وخايفه فعلا لا يقول لي جوزي ويطلقني ولا اهلي يعرفوا ولا حاجه. رحت فتحت باب الشقه وخرجت جري وراه، لقيته طالع على السلم. رحت بسرعه طالعه وراه ووقفت قدامه وقلت له ابوس رجلك ما تقولش حاجه، انا والله ما عملتش حاجه ولا شفت حاجه من الحاجات دي، ومراتك خدت التليفون مني وقالت لي التليفون بتاعها بايظ. هو طبعا ما صدقنيش، او كان يعني عامل نفسه مش مصدق. طبعا انا كنت خايفه قوي، وبالرغم ان انا ما عملتش اي حاجه، وكنت حاسه ان انا كل حاجه بتضيع مني بدون ذنب بسبب واحده حسبي الله ونعم الوكيل فيها. المهم بعدها بحوالي ساعه كده سلفتي نزلت عند حماتي، ورحت حكيت لها اللي حصل بيني وبين جوزها، وقالت لي ان هو فعلا كان ناوي يقول لي جوزي. قلت لها طيب عشان خاطري بالله عليكي كلميه ان هو ما يقولوش حاجه، اطلعي دلوقتي وقولي له ان هو ما يقولش حاجه لجوزي. فضلت اتحايل عليها لحد ما طلعت، وعلى الساعه 9 كده كان جوزي رجع وكلنا كنا قاعدين بناكل مع بعض، واخو جوزي كل شويه عمال يبصلي وانا مرعوبه لحد ما خلصنا الاكل. وبعد كده طلعت انا وجوزي شقتنا ولقيته بيتعامل معايا كويس،
قلت الحمد لله، أكيد هو ما قالوش حاجة ولا اتصل بيه. هديت كده واطمنت وارتحت نفسيا. تاني يوم لما كنت عند حماتي وانا بعمل الاكل، لقيت اخو جوزي دخل عليا المطبخ، ولقيت نفسي بشكره جدا ان هو معرفش عبد الرحمن جوزي اي حاجة، وراح قايل لي اتقي ربنا في بيتك وجوزك وخافي على بيتك. مرضتش اقوله ان مراتك هي اللي بتعمل كده، وقلت لنفسي ربنا حليم ستار. وبعدها بيوم تعبت قوي وجالي مغص. نزلت للصيدلية، الدكتورة قالت لي روحي اعملي تحليل حمل. انا بصراحة استغربت، انا اصلا شلت الموضوع ده من دماغي. وفعلا عملت التحليل وطلعت حامل. بقيت فرحانة جدا، وطبعا عرفت جوزي اللي كان طاير من الفرحة، وسلفتي وحماتي اللي كانوا فرحانين بيا قوي، وقالوا لي مش عاوزينك تعملي اي حاجة، انت بس ترتاحي واحنا هنعمل كل حاجة. بصراحة سلفتي كانت بتعمل لي كل حاجة وكانت خدماني فعلا. وفي يوم وهي قاعدة معايا سمعنا صوت هبدة جامدة، قمنا بسرعة لقينا عيل من عيالها واقع من فوق السطوح وغرقان في دمه. جرينا بيه على المستشفى، بس كان للأسف مات. كل اللي جه في بالي وقتها إن ده عقاب من ربنا على الحاجات اللي كانت بتشوفها، وقلت لنفسي إن الحمد لله إني ما سمعتش كلامها، وإلا كان عقاب ربنا كان هيبقى شديد عليا قوي. وقلت الحمد لله المصيبة هتقف لحد كده، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي جوايا، وإني ما كانش ليا في البلوى دي خالص، وإنها غلطة كبيرة لا تغتفر، بس ربنا كبير قوي. وإني ما كانش ليا في البلوى دي خالص، وإنها غلطة كبيرة لا تغتفر، بس ربنا كبير قوي. وبكده قصتنا خلصت النهاردة، وأتمنى إن كل بنت تتعلم من القصة دي. عايزة أقول بقى لكل بنت وكل ست، وخصوصا البنات المتجوزين اللي في بيت عيلة، لازم تاخدوا حذركم مرة ومرتين وتلاتة وعشرة وكتير قوي. بيوت العيلة مش هقول لكم كلهم بيحصل فيها مشاكل كتير، وخصوصا بين السلايف، عشان بيكونوا بيغيروا من بعض قوي، سواء صحباتك أو قريباتك أو أي حد. لازم تاخدي حذرك من اللي قدامك. ما ينفعش ان انت تبقي واثقة في اللي قدامك ثقة عمياء، ومن غير ما تفكري ممكن اللي قدامك يأذيكي. عايزة اقول لصاحبة القصة ان انت من الاول خالص لما سلفتك عرضت عليكي ان هي تفرجك على الحاجات الوحشة دي، تصديها على طول، ما ترحميهاش وترفضي خالص انها تفتح معاكي المواضيع دي نهائي. وكمان كنت تروحي تقولي لجوزك ولجوزها، يا اما كنت انت تروحي تقولي له على طول عشان تبرئي نفسك من اي حاجة خالص. تاني حاجة، ما انت بقى عرفتي انها كده ونيتها مش كويسة وانها قابلة للانحراف بالشكل ده، انت اساسا ما كنتيش توافقي ان انت تديها التليفون بتاعك. كنت تفكري الاول قبل ما تديها التليفون بتاعك، مادام هي اساسا من جوه مش كويسة ما كنتيش تسمحي ليها انها تاخد تليفونك، وخصوصا ان انت عارفة انها بتتفرج على الحاجات دي. ثالثا، نصيحة بقى ان انت لما تعرفي ان اخو جوزك عرف بالموضوع او لمحلك بالموضوع وبيهددك ان هو يروح يقول لجوزك، كنت عرفتيه الحقيقة كلها، وتبقي انت كسبتي نفسك وكسبتي رضا ربنا عليكي. فالنصيحة لكل بنت وكل ست، ما تخليش رعبك الزايد او انت تبقي خايفة من حاجة بشكل كبير قوي تغلطي في حاجة تانية زي القصة بتاعتنا دلوقتي. يعني هي كانت مرعوبة بشكل كبير، طب انت تخافي ليه وانت ما عملتيش اي حاجة؟ وفي الاخر انا دايما عايزة اقول لكم ان النية الصح والنية السليمة، واحدة اللي ماشية سليمة طول عمرها ونيتها صافية، ربنا بيفضل معاها. يا رب تكون القصة عجبتكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، مستنياكم.